دي احنا يا جدع احنا غلبنا الشراقوه في الكرم. غلبنا الشراقوه في الكرم اقسم بالله. السلام ليه؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. كورة مع سالم. نبدا حلقتنا النهارده. نبدا حلقتنا اول حاجه، غزل المحله ونادي الزمالك. خلاص بجد. الواحد زهق، الواحد مش عارف يقول كلام، مش عارف اتكلم. ايه الزمالك اللي بيعمله؟ حاجه غريبه. نقط سهله جدا جدا. دخل نفسه في متاهات. لعيبه مفيش مسؤوليه، مدرب تعبان. ايه في ايه بالظبط؟ دي احنا يا جدع احنا غلبنا الشراقوه في الكرم. غلبنا الشراقوه في الكرم اقسم بالله. ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه ماتش سهل بنصعبه؟ ليه ماتش سهل بنخسره؟ ليه؟ ليه يعني؟ والله العظيم انا بسال السؤال ده لنفسي. ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك لما انت تكون كسبان كل ماتش؟ لما انت تكون كسبان كل ماتش 1-0، نتيجه سيئه جدا، وفي الاخر لا تتعادل لا تتغلب. اتغلبت من وادي دجله واتغلبت من النادي الاهلي، كنت كسبان. المحله والمقاولين تعادلت معاهم. لحد امتى هنلعب الكراسي الموسيقيه بقى ما بين الاهلي؟ خلاص الاهلي شرف، الاهلي ما حدش هيجيبه. دلوقتي احنا كنا بنعمله كده، دلوقتي احنا هنعمله كده. فين يا جماعه؟ فين ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ والله حاجه مقرفه جدا. لعيبه اسمع على الفاضي، لعيبه منظر. ناصر ماهر ده يريح يقعد. احمد حمدي مفيش خالص. احمد حمدي فين؟ جزيري جايبه من النار للدار. ليه ما تحطوش في ماتش كده وكنت كسبان فيه 2 3 وتلعبه يرجع لمستواه تاني؟ ليه بتعمل كده؟ مدرب ما عندوش فكر. نزل لي الونش، احترامي للونش ليه؟ طب انت عندك ممكن تعمل اي حاجه هجوميه احسن ما تنزل لي الونش وتلعب محمد اسماعيل ديفندر. خلاص محمد اسماعيل كان انت خدته اللي هو مدافع، ماشي. سيب احمد ربيع. احمد ربيع من نجوم اللقاء. احمد ربيع كان احسن لاعب في اللقاء في نادي الزمالك. بتطلعوا لي احمد ربيع اللي جايب لك الجون، احمد ربيع اللي بيسد لك في خط النص، رغم الراجل يعني ما بيلعبش خالص وراجع من اصابه، عامل ماتش عمر. ماتش العمر لاحمد ربيع تطلعوا لي؟ دي عقليه؟ دي مش عقليه مدرب والله. ولعيبه مستهتره جدا. لعيبه ما عندهاش الروح، ما عندهاش العزيمه اللي هي تكسب. اللعيب يخش فيه الجول خلاص الدنيا اتقفلت بالنسبه له. اقسم بالله ماتش سهل جدا جدا جدا. ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ نادي الزمالك لازم حد يقف له وقفه جامده. لازم المدرب ده يمشي. عايزين مدرب مصري، عايزين طارق مصطفى. يعني طارق مصطفى ده هيجي يظبط لك الدنيا. اخطاء في الجمله، تنتايج يغلط. ايه الغلط ده؟ اتنين على لاعب، واللعيب ياخد الكوره ويجري بيها، وثلاثه على واحد، وفي الاخر تيجي جول بسهوله. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ مش معقول اللي بيحصل والله. نادي الزمالك لازم يبقى فيه وقفه جامده جدا. ارجو من الجماهير ما تروحش مباريات الزمالك تاني. ارجو من جمهور الزمالك اللي هو بيتعب ويروح ويسافر ويبقى من بدري جدا في المدرج وفي الاخر على الفاضي، ما تروحش احسن الاستاد بجد. اللي الزمالك بيعمله لا عاجبه. مش هتروح لما يكون عندك اصرار وعندك روح وعايز تكسب، لكن انت تروح له ويمشيك زعلان كل ماتش. فديت حاجه صعبه جدا. ارجو من جمهور الزمالك ما يروحش الاستاد، يعملوا مقاطعه عشان خاطر الفريق ده. الفريق ده بيضيع اسهل دوري شفناه. جالك بدل الفرصه 30 فرصه. ايه تاني عايز؟ الاهلي وقع كتير، بيراميدز وقع كتير، المصري وقع كتير. في الاخر انت الماتشات السهله مش عارف تكسبها. تخش افريقيا امتى؟ انت هتخش افريقيا امتى؟ حرام بقى كده يعني، حرام بجد كتير علينا قوي. ما نخشش افريقيا. مش هقول لك هناخد افريقيا لا، دي احنا بندور ان احنا نخش افريقيا. مش ان احنا ناخد الدوري ولا افريقيا لا. احنا بندور ان احنا نخش افريقيا بس. ابطال افريقيا. مساله صعبه يا جماعه. المساله لازم موقفه جامده، المساله لازم يكون فيها حل. المدرب ده ما يقعدش تاني. اللعيب اللي هو يتنمرض، او اللعيب اللي هو مش هيلعب لعب جماعي، او اللعيب اللي مش هيدي يقعد على الدكه. يقعد على الدكه. كفايه كفايه كده فعلا، لحد كده كفايه. نادي الزمالك كبير على اللعيبه دي، كبير على اللعيبه دي، كبير على المدرب، كبير جدا كمان. نادي الزمالك في الوقت اللي احنا فيه عايز لعيبه بتفهم، وعايز لعيبه عندها روح، عايز لعب جماعي. زيرو من احسن اللعيبه النهارده هو احمد ربيع. مفيش حد عايز يلعبه، مفيش حد عايز يديله الكوره. الراجل لو كان راح 3 4 مرات بقى يجري ويضرب الاوفسايد، ما حدش بيلعب له الكوره. ايه ده يا جماعه؟ اللاعب ده الكوره بتيجي معاه فعلا، انا برتاح ان الكوره معاه. اقسم بالله انت لو لعبت عليه الدنيا هتبقى 100 100 10 على 10. الدنيا هتبقى حلوه. لكن مفيش حد بيلعب على الجزيره، الراجل بيزهق من كتر ما مفيش حد بيلعب له. ناصر ماهر حته تانيه خالص، مش عايز يلعب لحد. كور سهله قوي يا جماعه بنضيعها.
ده انت ممكن الفرصه جات لك في الشوط الاول هتبقى هدف رسمي، يعني بدل ما تلعبها بدماغك في الجول لا بصيها لزميلك جوه الجول. والله لازم يكون في لعب جماعي. ان شاء الله الفتره الجايه زي ما هنقول ونعيد، الفتره الجايه هتكون احسن، بس هي فعلا ما بتبقاش احسن. يعني كل مره بنقول كل التوفيق لنادي الزمالك، بس للاسف اللعيبه ما عندهاش الكلام ده. اللعيبه كل واحد بيفكر في نفسه، مفيش كلام تاني. سلام.